السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وقفنا الفيديو اللي فات ان احنا كان عندنا تاسك انك انت تعمل ايه؟ تعالى بس نفتح الموقع بتاعنا كده اوبن ويز لايف سيرفر. كان مطلوب منك انك انت تعالى بس نعمل كده ريست. كان مطلوب منك انك انت تعمل ايه؟ تعمل اللينك اللي هو الفرونت اند ويوديك على موقع الدبليو سي سكول. المطلوب منك ايه بقى؟ كان مطلوب منك انك انت مثلا لينك ال HTML، الراجل مثلا عايز يتعلم HTML فتحط له لينك هنا وديه على دبليو سي سكول على صفحة ال HTML. وكان مطلوب منك برضو كذلك في ال CSS والجافا سكريبت. طيب ازاي نعمل الكلام ده يا صاحبي؟ تعالى بقى نعمله مع بعض. طيب اولا احنا هنفتح موقع دبليو سي سكول كده من اللينك بتاعنا، خلاص مش محتاجين بقى ان احنا نبحث عنه بقى، خلاص احنا بقينا ايه؟ عرفنا ازاي نلنك على الموقع. طيب احنا دلوقتي عايزين ناخد اللينك بتاع ال HTML دهوت، يعني بحيث اللي هو ده لينك ال HTML. بالتالي العمليه بقت سهله خالص، هتيجي هنا كده وبالتالي انت ايه؟ انت هتيجي هنا كده وتقول له يعني ده اللينك بتاعنا زي ما انت اتفقنا قبل كده. بتعمل ايه؟ بتكتب اللينك والفي اس كود بيقترح لك ايه؟ بيقترح لك اللينك. وفي اللينك اللي هو ببلانك. يعني ايه بلانك؟ يعني كمان يحط لك فيه كلمه بلانك التارجت بتاعك. جميل جميل اهو، هتلاقيه حاطط لك التارجت بتاعك والكلام ده كله. ولكن احنا مثلا عايزين اللينك بس وخلاص. وهنحط مين؟ هنحط اللينك اللي احنا لسه واخدينه من شويه اللي هو بتاع ال HTML. جميل جميل. وبرضه هنحط التارجت يبقى بلانك. جميل جميل اهوت، حطينا اللينك وحطينا التارجت يبقى بلانك. جميل. عايز تحط تايتل تمام، مش عايز براحتك. هنا بقى برضه هنكتب ايه؟ learn HTML مثلا. جميل. هنيجي نروح نبص على الموقع بتاعنا هنلاقي كلمة ايه؟ هنلاقي هو ما ظهرش ليه؟ يعني هو مش ظاهر هنا، ليه بقى مش ظاهر هنا؟ تعال نشوف مع بعض هو مش ظاهر ليه. اللينك مش ظاهر. تعالى نعمل ريفرش بس كده. عشان خاطر احنا حطيناه هنا في الاخر الصفحة. تمام. هو انا المفروض اتلخبطت يا عم. لا تعالى ناخد اللينك دوت كنترول اكس يعني كات، والمفروض احنا هنحطه هنا. اتفقنا من شوية ان احنا ايه؟ ان احنا دلوقتي ده عنصر اللي هو ليه كلوزنج تاج وليه اوبننج تاج وليه كلوزنج تاج اهوت. احنا بنحط ايه؟ انت عايز تحط اللينك هنا قبل الكلام ولا عايز تحطه بعد الكلام؟ لا انا عايز احطه بعد الكلام. فبالتالي انت هتعمل الاي لينك بتاعك وتحط الكلام بتاعك. وطبعا احنا كنا واخدينه كنترول اكس فهنحطه هنا ايه؟ كنترول في. هيجي اهوت اللينك بتاعك. طبعا انت بتحطه فين؟ انت بتحط لينك بعد القفله، يعني انت قفلت خلاص اهوت، وهنا انت قفلت خلاص ما بينهم بقى يعني في الكلام نفسه. بالتالي انت هيظهر معاك اهوت اللينك ليرن اتش تي ام ال. بالتالي لو انت ضغطت هنا كده هيفتح لك صفحه ال HTML اهوت على ال HTML. بالتالي برضو تعالى كده لو انت ما فهمتش الحركه ديت تعالى افهمك في السي اس اس. هتاخد كده كوبي من السي اس اس. جميل جميل. اقفل بس الموقع عشان خاطر تفهم معايا بالظبط. دلوقتي يا صاحبي تعالى كده بس نعمل كده. تعالى هنا انت معاك مين؟ انت معاك دلوقتي الباراجراف اهوت. انا عايز دلوقتي احط مين؟ احط اللينك بتاعي. بالتالي هاجي هنا بعد الكلام بتاعي كده اهوت وافتح الاي لينك بتاعتي. جميل جميل. هو عايز مني الاتش ريف. بالتالي هحط له الاتش ريف اهوت، ده اللينك اهوت. بالتالي انا حطيت اللينك. بالتالي هاجي هنا بعد ما خلاص حطيت اللينك بتاعي اهوت، هاجي هنا بعد كده في النص هنا كده ما بين الاوبننج تاج والكلوزنج تاج بتاعت اللينك واحط هو عايز يروح فين. هقول له مثلا ليرن سي اس اس. تمام. هروح ابص على الموقع بتاعي هلاقي ايه؟ ليرن سي اس اس. ولو ضغطت عليه هلاقي ان هو فتح لي السي اس اس. طبعا انا ما عملتش التارجت فبالتالي هروح اعمل التارجت بتاعها هنا كده. اقول له تارجت واقول له ايه؟ بلانك. بالتالي لو انا رحت هنا كده تعالى ادوس على اللينك واداني ايه؟ في تارجت تانية خالص او تاب تانية. نفس الكلام فين؟ في الجافا سكريبت. يعني هروح اخد هنا كده الجافا سكريبت. فين الجافا سكريبت؟ اهيت. هاخد اللينك بتاعها كده من اليو ار ال. وبالتالي هروح اقفل هنا كده وهاجي هنا كده عند المين؟ الجافا سكريبت. وهاجي برضو بعد ده. يا ريت يا صاحبي توقف الفيديو وتجربها مع نفسك. يعني ايه؟ يعني هنضغط على اللينك وبعد كده الاتش ريف وهضغط هعمل كوبي لللينك بتاعي اللي انا خدته. بعد كده هاجي بعد الكلوزنج تاج والاوبننج تاج بتاعتنا هضغط ايه؟ هقول له مثلا ليرن اهوت ليرن. نخش بس مسافه كده. ليرن جافا سكريبت. جافا سكريبت. جميل جميل. وهعمل طبعا التارجت بلانك بتاعتنا. جميل يا صاحبي جميل. تارجت تبقى بلانك. تارجت بلانك. جميل جميل. لو انا ضغطت هنا خلاص فتح لي ايه؟ الجافا سكريبت بتاعتنا. جميل يا صاحبي جميل جدا.
طيب ماشي، احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ يعني معلش يا صاحبي كده، انا عايز بس اسيب لك كومنتات عشان خاطر تتعلم ازاي تكتب كومنت. يعني ايه برضو؟ يعني مثلا تعالى كده عشان نكتب كومنت يا صاحبي، يعني نعمل ايه؟ نعمل التالي: نفتح التاج بتاعتنا ونعمل علامة التعجب من الشيفت ورقم واحد، ونعمل داش داش او ماينس ماينس. هو تلقائيا هيقفل لك الكومنت بتاعك. جميل جميل. طيب في طريقة تانية، هنعمل كنترول وحرف الظهر، برضه هيعمل لك الكومنت بتاعك. فبالتالي احنا دلوقتي عايزين نكتب شوية كومنتات عشان خاطر تفهم ده ايه. ده مثلا وليكن هنقول له اهوت، ده كومنت مثلا وليكن go to مثلا W3 school، W3 school اللي هو الموقع بتاعنا اللي هو W3 school. تمام، W3 schools. تمام تمام. هناخد برضو اللينك دوت كنترول سي، وهننزل هنا عند المين، عند الباراجراف. يعني هنيجي هنا كده وهنيجي تحت كده وقبل الباراجراف هنعمل هنا كده واقول له ايه، go to HTML مثلا، اي حاجه بقى. تمام، وهكذا بقى يا صاحبي انت كمل الكومنتات بتاعتك. يعني هتيجي هنا كده وتحط الكومنت الجميل اللي هنا كده، وهتيجي هنا ثانيه واحده، هتيجي هنا وتحط الكومنت الجميل اللي هو جو تو سي اس اس مثلا. نفس الكلام برضو مع مين، مع الجافا سكريبت. يعني هنقول له هنا كده جو تو جافا سكريبت جي اس، جافا سكريبت او جي اس مش هتفرق. تمام تمام، وهكذا. هو احنا حاطين اللينكات غلط ولا ايه؟ يعني هنا HTML ومفروض هنا كده ال CSS، يعني هنا كده المفروض ال CSS، وهنا كده المفروض هو الجافا سكريبت. تمام، عشان بس ايه هفهمك ليه دلوقتي. هنا كده المفروض هو اللي ليرن او جو تو، يعني ناخد ده كده كوبي نحطه هنا كده كنترول في ونحطه ايه جي اس. ليه يا صاحبي؟ عشان خاطر هنا الباراجراف نزل سطر، يعني ده الكلوزنج تاج بتاع الباراجراف ده. يعني انت وقفت هنا كده يا صاحبي هتلاقيه معلم لك هنا اهوت، بالتالي انت هتاخده كده وتطلع فوق هتلاقي كل حاجه مظبوطه. تمام تمام. بالتالي لو انت عايز تعمل فورمات للدوكيمنت بتاعتك هتعمل كليك يمين وتعمل اوبن، يعني تعالى كده نقرب الشاشه، هتعمل كليك يمين وتعمل ايه فورمات دوكيمنت. بالتالي لو انت عملت كده هتلاقي ايه بيفرمط لك الدوكيمنت بتاعك، والدنيا رايقه والدنيا سهله والدنيا جميله. طيب ماشي، احنا عايزين ايه دلوقتي بقى كمان؟ احنا عايزين دلوقتي، احنا عندنا صوره اهيت. طب ازاي ان انا لما اجي اضغط على الصوره دهيت يودينا على لينك؟ يعني زي ما احنا شفنا في موقع امازون مثلا، احنا شفنا دلوقتي في موقع امازون، امازون مثلا دوت كوم. تمام، امازون، تعالى نبحث عن امازون، امازون دوت كوم. تمام، لو رحنا هنا دخلنا على موقع امازون هنلاقي ايه؟ هنلاقي دي مثلا صوره، صح؟ السماعات دي صوره، فلو ضغطت عليها هيوديك على صفحه تانية. تمام تمام، لو ضغطت برضو على اي صوره تانية هيوديك على صفحه ثالثه وهكذا. يعني مثلا لو ضغطنا هنا كده هيوديك على صفحه تانية، تلاقيه بيحمل فوق اهوت، صح؟ صح جدا. طب ازاي بقى عندي في الموقع لما اضغط على الصوره دي تودينا صفحه تانية؟ هقول لك يا صاحبي، احنا دلوقتي عندنا مين اللي ليه كلوزنج تاج واللي ملوش كلوزنج تاج. والله الصوره ليها ايه؟ ليها ملهاش كلوزنج تاج، واللينك ليه كلوزنج تاج. يبقى مين اللي يتحط في مين؟ يبقى الصوره هي اللي هتتحط في اللينك. صح صح جدا. بالتالي احنا هنيجي هنا كده نكتب بس كومنت ونقول له مثلا ايه، لينك او صوره ايمج انسايد يعني داخل مين، لينك. تمام، هنعملها ازاي؟ والله ناخد الصوره دي هي كوبي كده اهوت، ناخدها كوبي ونستنى بقى. دلوقتي احنا عايزين مين؟ احنا عايزين الصوره هي تدخل في مين، في اللينك. لما ادوس على اللينك، لما ادوس على الصوره تبقى فيها لينك، اقول له كده ايه لينك، وبعد كده هقول له مين انا عايز اوديها فين. انا عايز مثلا اوديها عند اي داهيه، يعني دبليو سي سكول يا عم اهوت. هقول له هنا كده عند الدبليو سي سكول. تمام، وجوه هنا جوه الكلوزنج تاج كنت انا بحط هنا القيمه، صح؟ يعني مثلا كنت انا بكتب هنا القيمه اهوت، يعني تظهر معانا اهوت دي القيمه اهيت، صح؟ لو انت ملاحظها. جميل جدا. لا انا عايزها تبقى صوره بقى، القيمه بتاعتها تبقى صوره، فاعمل ايه؟ فاعمل ايمج، هقول له ايمج، والسورس بتاعي ايه؟ السورس بتاعي اللي هو الداونلود، اللي هو الايمج بتاعتي، اسم الايمج بتاعتي اهيت. تمام، جميل جدا. والالت بتاعتي عايز تحطها، عايز تحطها مش عايز تحطها براحتك. بالتالي لو انت رحت بصيت هتلاقي ايه؟ هتلاقي الايمج اتحطت، ولكن هنا لو انت ملاحظ معايا هنا السهم بتاع الماوس عامل زي السهم، لكن هنا كده عامل زي ايه؟ عامل زي الايد. وبالتالي لو انا ضغطت عليها كده هلاقيني ايه؟ رايح على الموقع بتاع الدبليو سي سكول. جميل يا صاحبي، جميل جدا. يبقى احنا اتعلمنا ازاي نحط صوره عاديه، وازاي نحط اللينك داخل الصوره، وازاي نحط اللينك داخل الكلام.
واتعلمنا كمان ازاي ان احنا نضيف كومنتات بالشكل ده عشان خاطر يبقى الموقع بتاعنا منظم والدوكيمنت بتاعنا منظم. يا رب يا صاحبي الدرس يكون سهل وبسيط وعجبكم، وان شاء الله اشوفكم الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.